السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ماسبول. كما العادة اليوم راح نتكلم على دائما قضية اتحاد العاصمة والفضائح الاتحاد الافريقي، وين صدر ايضا العقوبة على فريق اتحاد العاصمة بهزيمة ب3-0، ونتحدث ايضا عن الطاس والقرارات الاخيرة، حيث اعطى الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع. نعتبره انا شخصيا موضوع شائك. وايضا نتكلم عن الاعلامي الجزائري محمد شيخي اللي اعطى كل التفسيرات حول القرار الاخير للطاس، وايضا الاعلام المصري حول الخريطه، وهذه كل مستجدات اليوم في هذا الفيديو. اولا نتحدث على قرار الطاس راح نشوفوه معنا، وايضا ما قاله الصحفي الاعلامي الجزائري محمد شيخي في هذا التقرير. نتحدث أيضا عن قضية اتحاد العاصمة التي تشغل الرأي العام هنا في الجزائر. بيان رسمي من محكمة التحكيم الرياضي طأس حول قضية اتحاد العاصمة أمام نادي نهضة بركان والاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول موضوع وضع الخريطة الوهمية على القمصان المغربية، مما أدى لخلط الرياضة بالسياسة، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات الرياضة وأخلاقيات الفيفا والقوانين والمواثيق الرياضية الدولية. إذن البيان أكد أن القضية قيد الدراسة، وما زال لحد الآن لم يصدر أي قرار نهائي بشأنها. المحكمة أكدت عدم توقيف المسابقة حاليا، وبأنها بصدد جمع كل المعلومات وإنشاء لجنة خاصة من أجل دراسة هذه القضية والفصل فيها، مع عقد جلسة استماع خاصة بأطراف هذه القضية قبل إصدار القرار، وبعد ذلك ستصدر القرار النهائي. المحكمة قالت بأنها لا يمكن أبدا أن تحدد جدولا زمنيا، وإنما كل هذه الخطوات ستأتي تباعا الواحدة تلو الأخرى. إذن اليوم هو آخر أجل 3 ماي لكل طرف من أجل تقديم عريضة إضافية أو عريضة رد إن كان يريد ذلك. بعد تقديم العرائض ودراستها سيتم تنظيم جلسة استماع لكل الأطراف، ثم بعد ذلك سيتم الفصل نهائيا في هذه القضية. ستكون هناك لجنة من القضاة مختصين في هذا الشأن سيجتمعون ويحددون المصيبة من المخطئ. طبعا هذه كحوصلة. راح نشوفوا الزملاء والإعلاميين المصريين اللي يتحدثوا عن قضية الخريطة لموضوع على قمصان نهضة بركان، وشوف واش علقوا حول هذا الجانب. هذا الإعلام المصري اللي تحدث الحقيقة وقال كل ما هو حقيقي، خاصة في القوانين اللوائح الفيفا. على موضوع الاتحاد الافريقي معتمد ماشي حلو. الاتحاد الافريقي بيعتمد تصميمات، ما بيعتمدش خرائط سياسيه. العالم كله عارف دلوقتي ان الصحراء الغربيه منطقه متنازع عليها ما بين البوليساريو اللي بتدعمها الجزائر، وموريتانيا كده ليها دور في المساله، والمغرب. يعني ما الجزائر مالهاش علاقه اهي. ثواني الجزائر بس، مش متنازعه. ممكن نبقى نيجي للنقطه دي. ماشي. فدلوقتي الاتحاد الافريقي بيعتمد ايه؟ تصميمات وليس خرائط سياسيه. دلوقتي الخريطه السياسيه دي رمز سياسي طيب على التيشيرت، فانت مدخل لي السياسه في قلب، مش في قلب الرياضه، ده في قلب الملعب في التيشيرت بتاعك. ده حاجه. وجود التصميم ده وموافقه الاتحاد الافريقي عليه هو دليل ادانه للمغرب، مش دليل براءه. قول لي ازاي؟ فوزي لقجع اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي ورئيس ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو الاتحاد المغربي، ده كان رئيس نادي نهضة بركان اصلا لمده 10 سنين، ولما مشي جه مين يمسك بداله؟ النائب بتاعه. الراجل ده معروف نفوذه في الاتحاد الافريقي لدرجه انه في 2019 في نهائي الكونفدراليه ما بين نهضة بركان ونادي الزمالك، فاز الزمالك بضربات الجزاء، راح اعتدى على الحكم بابلاك تسيما وما خدش ايقاف يوم. وقبلها معروف عمل ايه في لما خلى نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه واحده، وراحت اتلعبت في المغرب ما بين الاهلي والوداد، والوداد كسب البطوله. فده معناها ان انت كمغرب بتستخدم نفوذك
نفوذك عشان تمرر اجندتك السياسيه. اصل خد بالك، فوزي الاقجع ده مش مجرد رئيس الاتحاد المغربي ولا عضو في اللجنه التنفيذيه للكاف، لا ده وزير في حكومه عزيز اخنوش رئيس الوزراء المغربي، الوزير المكلف بالميزانيه. ومعروف ان عزيز اخنوش ده على علاقه قويه بملك المغرب. هو ايه ذنبه ان هو بيحمي مصالحه ومصالح، مش مصالحه، مصالح بلده؟ يعني صاحبي هو ازمته وذنبه ان هو اولا دخل السياسه في الرياضه، دخل السياسه في الرياضه في موضوع متنازع عليه وموضوع حساس جدا بالنسبه للجزائريين وللمنطقه كلها. والحاجه الثالثه ذنبه ان هو رايح يفتعل ازمه في قلب الجزائر، هو رايح كده مش يلعب ماتش كوره. نشكركم على المتابعه، ما تنسوش ابونيو في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.